تشير الدراسات والأبحاث أن مشاهدة البرامج التلفزيونية لطفل عمره أقل من عامين يعطل النمو الطبيعي الصحيح لعقله، وهذا ينطبق على جميع البرامج بما فيها التعليمية. ففي دراسة على 1000 عائلة لأطفال أعمارهم ما بين 8 شهور وسنة ونصف، وجد أن كل ساعة في اليوم يقضيها الطفل في مشاهدة برنامج تعليمي في التلفزيون أدى إلى تعلم الطفل من 6 إلى 8 كلمات أقل من الأطفال الذين يقضون الساعة في أنشطة أخرى، وهذا عكس لتوقعات الآباء والأمهات ودعاية المروجين لهذه الأفلام التعليمية. وقد نشرت هذه الدراسة في أشهر المجلات الطبية العالمية Journal of Pediatrics. كيف حدث ذلك؟ إن دماغ الطفل في هذه الفترة من العمر يستفيد من الحركة والألعاب والأنشطة التفاعلية الإبداعية لتطوير دماغه وتشكيله أكثر من أي من البرامج الإعلامية الإلكترونية أيا كانت، لأن التعليم فيها غير تفاعلي، وهو التلقي السلبي للمعلومة دون أن يكون للطفل دور إيجابي. وقد أجريت دراسات تخطيط الدماغ أثناء مشاهدة التلفاز، فوجد تثبيط وكسل دماغي على العكس تماما مما يحدث أثناء المطالعة والقراءة، الأمر الذي يؤثر سلبا على نسبة الذكاء والقدرات الإبداعية. وفي دراسة أجريت على 11,000 طفل في جامعة غلاسكو في بريطانيا، وجد أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون لمدة 3 ساعات أو يزيد في اليوم وهم في 5 من العمر أصبحوا وهم في 7 من العمر أكثر عرضة للشجار والعراك والكذب والغش والسرقة، وهذا متوافق مع عشرات الدراسات على آلاف الأطفال على مدى 30 عاما، والتي أكدت أن العنف المرئي عبر التلفزيون يزيد من الاستجابة العدوانية للمشاهدين بنسبة 10% أيا كان الوسط الاجتماعي والتعليمي. بل وأثبتت الدراسات أن برامج الأطفال تظهر مشاهد عنف أكثر من برامج الكبار، ولا يخلو الأمر من أفلام الرسوم المتحركة والتي تحوي 80 مشهد عنف في الساعة. وفي دراسة بجامعة هارتفوردشاير في بريطانيا على الأطفال دون 7 وجد أن مشاهدة الإعلانات التجارية أدت لظهور عادات سلوكية ذميمة مثل الطمع والإلحاح على طلب السلع الاستهلاكية بزيادة 5 أضعاف الأطفال الذين لا يشاهدون هذه الإعلانات، علما بأن الإحصائيات تبين أن معدل إعلانات 30 ثانية التي يراها الطفل في العام الواحد تصل إلى 20,000 إعلان. ويستمر هذا التأثير على المراهقين، ففي دراسة قام بها الدكتور جوردن جرافمان في المعهد القومي الأمريكي للصحة أوضح أن بعض مشاهد العنف التي يراها الشخص حتى وصوله 18 من العمر هي 200,000 مشهد عنف و40,000 جريمة قتل. وتشير الدراسات أن ذلك يؤدي إلى حدوث تبلد تجاه العنف وتعود على مشاهدته، بل وتسهيل اقترافه. توالت الدراسات على مدى 25 عاما لتؤكد العلاقة الطردية بين ساعات مشاهدة التلفاز والإصابة بمرض السمنة. وأحد هذه الأمثلة والدراسات هي دراسة شهيرة أجريت على 50,000 امرأة في متوسط العمر لمدة 6 أعوام، فوجد أن لكل ساعتين تقضيها المرأة في مشاهدة التلفاز كل يوم هنالك زيادة بنسبة 23% من خطر الإصابة بمرض السمنة و14% من خطر الإصابة بمرض السكري. بل وأصبح هناك دائرة مغلقة شريرة بين مشاهدة التلفاز والإقبال على الأطعمة والمشروبات غير الصحية وقلة الحركة.